السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده مع بعض هنعمل وصفة بجد اكتشاف حلوة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. صب الحليب في العجين والنتيجة بجد هتبهرك. بجد هتعجبكم جدا جدا. اتمنى تدعمونا كده بلايك حلو منكم عشان الوصفة بتاعتنا توصل لكل الناس. اول حاجة كده معانا طبق عميق بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي كده نحط فيه رشة من الملح، حوالي نص معلقة صغيرة من الملح، وعليهم كوباية وربع من المية، مية عادية جدا من الحنفية. هنقلب الملح كويس جدا بحيث يدوب معانا تماما، وبعد كده نبدأ ننزل عليه بالدقيق. كميه الدقيق اللي انا هستخدمها معاكم النهارده هي نص كيلو من الدقيق. نوع الدقيق اللي انا بستخدمه دقيق جميع الاستعمالات اسمه دوبيلا، تمام، او اي نوع دقيق متوفر عندك بس يكون جميع الاستعمالات. وهنبدا نعجن العجينه بتاعتنا. طبعا العجينه بتاعتنا ولا فيها خميره ولا فيها بيكنج باودر ولا فيها زيت ولا اي حاجه، هي ميه وملح ودقيق مش اكتر من كده. اهم حاجه خدمه العجين، كل ما تخدمي العجينه كويس قوي كل ما تبقى النتيجه معاكي حلوه جدا جدا. وملمس العجينه كل ما يكون ناعم كل ما تاخدي نتيجه ممتازه. فانا ببدا اعجن بالشكل ده لحد ما يكون القوام بالشكل اللي شايفينه معايا ده القوام المطلوب اللي انا عايزاه، الملمس يكون ناعم بالشكل ده. وكل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنبدا بقى نحط دلوقتي على العجينه بتاعتنا رشه بس من الزيت، ونغطيها بكيس تلاجة. بما ان مفيش فيها خميره ولا فيها بيكنج باودر ولا اي حاجه، كل اللي احنا هنعمله ان احنا نسيب العجينه بتاعتنا دي ترتاح لمده نص ساعه عشان لما اجي افردها تتفرد معايا سهل جدا. ودلوقتي هنبدا نجهز كده مع بعض الخليط السائل. معايا كده معلقتين كبار من النشا اللي هو الكورن فلاور. هضيف دلوقتي كده عليهم كوبايه من الحليب، والحليب هنا لازم يكون مغلي وبارد، ما ينفعش طبعا الحليب يكون سخن لان النشا هتعمل معاكي ايه طبعا كتل. وهضيف عليهم كيسين من الفانيليا لان انا هضيف معايا بيض، فلازم اضيف طبعا معايا فانيليا. انا هضيف دلوقتي معايا كده بيضتين. دي كده اول بيضه انا ضفتها، وضفت بيضه تانية بس للاسف وانا بصور التليفون فصل مني. وعليهم كده معلقتين كبار من السكر. واهم حاجه نقلب بقى الخليط ده كويس جدا. احنا دلوقتي يا جماعه بنعمل مع بعض كده حشوه الكاستر. بقلب الخليط كويس قوي بالشكل اللي شايفينه ده بحيث نتاكد ان السكر داب معانا تماما. وفي المرحله دي خلاص العجينه بتاعتي ارتاحت، عدى عليها كده بالظبط نص ساعه. بعد نص ساعه نبدا بقى نطلع العجينه بتاعتنا كده من الطبق. وشايفين ملمس العجينه عامل ازاي؟ انا بحب ملمس العجينه جدا جدا. ما شاء الله العجينه كل ما بترتاح كل ما بتلاقيها ما شاء الله ملمسها ناعم وحلو قوي قوي. شايفين شكل العجينه عامل ازاي؟ الله اكبر، مخدومه صح، فالنتيجه بتاعتها تطلع معانا حلوه قوي قوي. اقسم العجينه زي ما انتم شايفين كده على قطعتين، وكل قطعه بنعملها على شكل كوره بالشكل ده. عايزه بس اتاسف لكم على صوتي لان انا عارفه ان الصوت في الفيديو مش حلو خالص. سامحوني، انا لازم كنت افضي المعرض، انا عندي اصلا دور برد شديد جدا. طبعا لازم اسجل الفيديوهات دي لان المعرض عندي عايزه اقول لكم مليان، والتليفون تقيل قوي قوي مش عارفه اشتغل عليه خالص. فمضطريه ان انا اسجل الفيديوهات، فاستحملوا بقى صوتي كده النهارده، انا اسفه لكم والله. كده خلاص انا قسمت العجينه زي ما انتم شايفين كده، وبنجيب كده اول قطعه معانا. بس الاول كده بدي ايه كده رشه زيت على الرخامه، وهبدا افرد العجينه بتاعتي. بما اننا سيبنا العجينه بتاعتنا ارتاحت كويس فبتتفرد معانا سهل جدا. اهم حاجه كده بس بديها ايه رشه من الزيت عشان تتفرد معايا اسهل. هشوفوا دلوقتي معايا تتفرد ازاي. ما شاء الله، عايز اقول لكم عشان العجينه بتاعتنا حلوه هتتفرد معانا ومش هتتقطع معانا نهائي. دي عجينه الفطير يا جماعه، حلوه قوي قوي. طبعا انا هعملها النهارده بحشوه الكاستر، ممكن تعملوها بنفس الطريقه اللي انا بعملها دي من غير ما تحشيها اي حاجه خالص وتعمليها فطيره، وهتطلع معاكي مورقه وجميله قوي. هقول لك هتعمليها ازاي فطيره في انهي مرحله بالظبط. انا دلوقتي بفرد بايديا لان هي ما شاء الله عايز اقول لكم تحت ايديا لينه وطيعه، ايه بتتفرد معايا سهل جدا. بس عشان انجز بقى معاكم في الوقت فجبت النشابه كده معايا وهبدا افردها بسمك يكون رفيع قوي. كل ما ترققي العجين كل ما تطلع الطبقات كده رقيقه وحلوه قوي قوي. هتشوفيها دلوقتي شكلها معايا في الاخر. هنبدا بقى نفرد العجينه بتاعتنا بالشكل ده لحد ما نخلص العجينه بتاعتنا كلها. اتمنى لو وصلت للمرحله دي ونسيت تحط اللايك ادعميني كده بلايك حلو منك. واتمنى لو تشيروا الفيديو عشان الوصفه بتاعتنا توصل لكل الناس. فجروا يا جماعه الفيديو ده باللايك، بجد يستحق انه يوصل لكل الناس. كده خلاص العجينه بتاعتي تمام. جبت طبق بالشكل ده وحطيته في النص، وهبدا اقطع العجينه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كاني بعمل ورده بالظبط. المرحله دي انا جهزت كده معايا زبده. طبعا تقدري تستخدمي زبده بلدي او نيوزيلندي براحتك على حسب المتاح عندك، وممكن سمنه على زيت على حسب المتاح عندك. ما توقفيش نفسك طبعا على حاجه معينه. تمام. انا استخدمت النهارده الزبده البلدي. شايفين الكميه اللي انا مسيحاها؟ كميه بسيطه جدا جدا، مش هنستخدم كتير. احنا دوب بس كده ندي مسحه كده على الفطيره بتاعتنا، ما نكترش طبعا عشان ما تكونش تقيله معانا. وبالنسبه للزبده انا مش بسيحها خالص على النار، انا مجرد بفكها مش اكتر، بس تخليها تفك على النار مش اكتر من كده. وهنبدا نقفل بقى الورده بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه كل ما بتني طرف ببدا كده اديله مسحه من الزبده لحد ما اخلص العجينه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. بنبدا نجيب الطرف كده وندهنه بس كده بالزبده بايديا، انا شغاله بايديا. تمام. بدي مسحه خفيفه قوي، وممكن بالفرشه طبعا براحتكم خالص زي ما تحبوا لحد ما نخلص العجينه بتاعتنا كلها. وبعد ما نخلصها هنركنها على جنب ونجيب القطعه التانيه هنعملها برده بنفس الطريقه. الطريقه سهله جدا زي ما انتم شايفين كده، مش هتاخد معاكم وقت خالص ما دام العجينه خدمتيها صح وعجنتيها كويس قوي. تمام. هتتفرد معاكي زي ما شفت كده معايا، عمرها ما تتقطع منك. بنخلص بقى القطعتين وبعد كده بنجيب اول قطعه احنا فردناها اللي هي دي كده اول قطعه انا فردتها قدامكم. تمام. القطعه الثانيه طبعا اشتغلت
فيها لوحدي عشان ايه طبعا ما اطولش عليكم، هي الفكره واحده يعني، انا ايه نفس الفكره. شايفين الزبده؟ انا بوريكم هنا ان انا ما استخدمتش كتير من الزبده، عشان في ناس هتقول لي الزبده كتير وكده، لا انا ما استخدمتش كتير يا جماعه من الزبده، زي ما شفتوا كده يا دوب كاني بعمل بالفرشه يعني بايديا كده، يا دوب بحطها في الزبده وادهن الفطيره بتاعتي كده. اول قطعه احنا فردناها مع بعض هنبدا نشتغل فيها على ما التانيه ترتاح، يعني على ما اخلص دي فرد هتكون التانيه ارتاحت معايا فتتفرد معايا سهل. شايفين هي بتتفرد سهل ازاي؟ بس اهم حاجه واحنا بنفردها بنحط كده على الرخامه الاول دقيق، وعلى الفطيره برضو ايه دقيق بالشكل ده، ونفردها معانا بالنشابه. هتتفرد معانا سهل جدا ما دام ارتاحت معاك، يعني ما ينفعش نشتغل فيها على طول، يعني مش مجرد ما تخلصيها تشتغلي فيها، لا بتسيبيها ترتاح وبعد كده تبداي تشتغلي فيها. جبت الصينيه اللي انا هسوي فيها، طبعا تستخدمي اي صينيه متاحه عندك، ممكن صينيه طبعا المونيا، انا عن نفسي بحب تسويه الالمونيا، بس النهارده حبيت اعملها في البايركس. تمام. هنبدا نجيبها كده معانا نحطها كده في الصينيه، بس طبعا لازم اكون دهنها بالزبده. وهضيف دلوقتي كده معايا معلقتين كبار من السميد يا جماعه، اللي هو سميد البسبوسه. تمام. ضفت كده معايا معلقتين كبار، ودي كده الفطيره التانيه بعد ما فردتها هجيبها كده واحطها عليها، وهنبدا نقفل بقى العجينه كده من الاطراف. شوفوا كده معايا انا بقفلها ازاي. بندخل كده العجينه لجوه ونقفلها كويس قوي. المرحله دي مهمه قوي قوي، ليه بقى؟ لان انت لو ما قفلتهاش كويس قوي الحشوه اللي احنا هنحطها اللي هو الحليب، طبعا الحليب معانا يعتبر سائل، تمام، فممكن يخرج منك، فلازم تتاكدي ان انت قفلتها كويس قوي. هتشوفوا شكلها معايا في النهايه عامل ازاي. طبعا انا عشان ما اطولش عليكم انا قفلت بقى ايه الاطراف كلها، وسبت طرف بس صغير اللي انا احط منه الحليب زي ما شفتوا معايا كده في اول الفيديو معايا. شايفين شكلها؟ طبعا الطريقه سهله جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص، يمكن بس بتاخد معايا وقت عشان ايه التصوير بس مش اكتر. كده خلاص انا قفلت الاطراف كلها كويس قوي بالشكل ده، وسبت طرف بس صغير اللي انا قلت لكم ان انا احط منه الحليب، وبعد كده هنبدا نقفله مع بعض. شايفين الطريقه سهله ازاي؟ سهله جدا جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص باذن الله. هنبدا دلوقتي بقى نقفلها زي ما انتم شايفين كده، بحاول اقفلها واخلي بالي عشان الحليب السائل اللي انا عاملاه لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. وعلى الوش هندهنها ايه بالزبده. طيب يا دعاء وانا بقفلها مثلا جه حليب مني على الوش اعمل ايه؟ ولا تقلقي خالص، هتبداي تجيبي كده منديل مطبخ وتبداي تحطيه كده على الفطيره من فوق. المنديل هيبدا يشرب كل السوائل اللي موجوده على الفطيره بس، ولا اي حاجه خالص، ولا تقلقي نفسك. ودلوقتي بندهنها زي ما انتم شايفين كده، اهم حاجه دهنها كويس قوي كده بالزبده. طبعا الزبده بتخليها طريه وحلوه قوي بالشكل اللي انتوا تشوفوه معايا ده. بالنسبه للتسويه يا جماعه انا دخلتها على فرن ساخن جدا، اهم حاجه الفطاير او المعجنات تدخل على فرن ساخن جدا عشان تطلع معاكي طريه وحلوه قوي قوي. تدخليها على فرن ساخن اعلى درجه عندك في الفرن، يعني على درجه حراره 220. شايفين التوريقه من جوه عامله ازاي؟ ما شاء الله، عايز اقول لكم تحفه. طب انا يا دعاء مش عايز اعمل حشوه الكاستر، بس حشوه الكاستر عايز اقول لكم بجد لذيذه وطعمها حلو قوي قوي. لو مش عايزه تعملي حشوه الكاستر، بعد ما تعملي الفطيره بتاعتك وانت بتفرديها تحطيها في الصينيه وتسويها على طول، يعني مش محتاجه خالص انت تعملي بقى ايه الطبقتين زي ما شفت كده معايا، كل طبقه تعمليها في صينيه كده صغيره الومنيوم وتسويها وتبقى جميله جدا جدا. شايفين شكلها عامل ازاي يا جماعه؟ لازم بجد تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات، يهمني جدا جدا، لان بصراحه طعمها حلو قوي قوي، وحشوه الكاستر فرقت فيها تماما، يعني مختلفه عن اي فطيره جربتيها قبل كده. ما شاء الله بجد تحفه. ان شاء الله تجربوها، متاكده هتعجبكم. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموا كده الفيديو بلايك وشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه حبايبي.